بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا واللي بيكون اسمه تشين واللي بيكون ايدول مشهور وعنده معجبين كتير، ولما بيروح كده مدير اعماله بيعرفه ان هو اتعرض له دور مهم في دراما مهمة قدام ممثلة مهمة اسمها آري. ولما بيروح بطلنا علشان يمثل بيلاحظ كده ان في مشهد قبلة يعني، فبيتحرج وما بيرضاش يعمله وبيمشي، فبتتعصب آري عليه، بتفضل تستفز فيه وتقرب منه غصب عنه. وفي نفس الوقت ده بتوصل بطلتنا واللي بيكون اسمها يون وبتصورهم وبتشوفها آري، بتتعصب عليها وبتاخد موبايلها وبيفتكرها بطلنا واحدة من المعجبين. بيطلب منها انها ما تقولش لحد على اللي شافته النهارده وتحتفظ بيه كسر، وده علشان ما يطلعش عليهم اشاعات يعني. لكن بطلتنا ولا بتهتم اصلا وبتتعصب عليه وبتهزقه، فبيتعصب تشين بسبب تصرفها الواقع. لسه هيفكر يمد ايده الحيوان عليها، بيجي بسرعة مدير اعماله وبياخده من قدامها، وفجأة وهم ماشيين بيخبطوا ببنت، فبينزل بطلنا علشان يطمن عليها، وبتطلع واحدة من المعجبين المهووسة بيه وبتطلب منه رقمه كده، ولما بيرفض يديهولها فبتتبلى عليه وبتقول لكل الفانز ان هو كان عايز يتحرش بيها. بتصدم بطلنا من كدبها وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت ده عند بطلتنا في المدرسة بتكون بطلتنا تايهة ومش عارفة اي حاجة خالص، علشان كده بتطلب المدرسة من زميلها سونو ان هو يروح لها ويساعدها، وبيروح فعلا وبيتعرف على بطلتنا وبياخدها للفصل كمان. في نفس الوقت ده بتبدأ تنتشر مقالات عن بطلنا واشاعات بسبب اللي حصل، فبيجبروا مدير اعماله ان هو يزور البنت ديت في المستشفى، لكنه بيرفض وبيعرفوا انها اصلا اللي غلطانة وان هو ما جاش ناحيتها وهي اللي بتتبلى عليه. نروح بقى لبطلتنا لما بتكون في طريقها للبيت لكنها بتتوه كده وما بتكونش عارفة توصل، وده لانها نقلت في بيت خالتها بعد ما سابت امها، وده بيخليها توصل للبيت متأخر. واول لما بتروح هناك بتبدأ خالتها تهزقها وبتطلب منها بالشياكة يعني انها ترجع تاني عند امها، لكن بطلتنا بتستحملها على قد ما تقدر كده، وده لانها مستحيل ترجع تعيش مع والدتها لانها متضايقة منها وسايبه لها البيت اصلا. ولو عايز تعرف ليه هنعرف دلوقتي. كل اللي عليك دلوقتي اللايك الجميل، الاشتراك، ادفع جرس التنبيهات، تشترك في القناة الاحتياطية اللي ما عادتش احتياطية وبينزل عليها حاجات من التفاصيل ديت يعني. في الوقت ده بيبدأ بطلنا يفتش في تليفون البطلة وبيفهم انها ما كانتش بتصورهم ولا اي حاجة، وانها كانت بتصور اللوحة اللي وراهم. وفجأة بيجيله فضول كده وبيبدأ يقلب في الموبايل اكتر وبيدخل على قائمة الاغاني وبيسمع صوت بطلتنا وبيكتشف ان صوتها جميل. وفجأة هو بيتفرج على الموبايل بترن مامة البطلة وبتطلب منها انها تسامحها، وبيفهم ان بطلتنا عندها مشاكل مع مامتها وبيشفق عليها لانه الحال من بعضه يعني، وبيقرر ان هو يرجع لها الموبايل. ولما بيروح يقابل مدير اعماله بيعرف ان هم خدوا القرار النهائي وهو هيروح يعتذر للبنت في المستشفى، يا يرجع تاني بقى للمدرسة ويتصرف زي اي طالب عادي. وفعلا بعدها بنشوفه هو رايح للمدرسة وبيقرر ان هو يعوض بطلتنا لانه ظلمها واخد تليفونها، وبيقرر يخليها شريكته كمان في الفصل. ولما بيروح بقى وبيطلب منها بترفض وبتبدأ تتخانق معاه، فبيحاول يجبرها وبياخدها على عربيته وبيفضل يترجاها وبيتوسلها لكنها بترفض، بتعرفها انها بتكرهه وبتطلب منه ما يقربش منها تاني. ولما بيروح على الفصل وبيدور عليها مش بيلاقيها، ولما بيلاحظ سونو بيبعت له رسالة وبيطلب منه ان هم يتكلموا بره، وفعلا بيروح علشان يشوف عايز ايه. بيقول له بصراحة بقى كده انا شايفك عمال بتدور حوالين البنت اللي اتنقلت جديد، انت عايز منها ايه ويا ريت ما تقربش منها تاني. لكن بطلنا بيرفض طبعا، بيطلب منه ما يتدخلش وبيعرف ان هو هيعمل اللي هو عاوزه، وبيقول له من امتى يعني وانت حنين كده، اكيد وراك سر وانت كمان عايز تقرب منها، لكن انا مش هسمح لك المرة دي. وبيسيبه وبيمشي وبيقرر يدور عليها بنفسه. في نفس الوقت ده بتكون بطلتنا رجعت على الفصل، واول لما بتوصل بتلاقي البنات بتنمروا عليها وكاتبين لها كلام كتير وشتايم على الديسك. بتبدأ بطلتنا تقراه وبتكون متضايقة، وبيجي سونو بيحاول ان هو يمسحه، وبيجي بطلنا وبيشوفها وهي بتتكلم مع سونو وانها ازاي بتتكلم بطريقة لطيفة عكس ما كانت بتتكلم معاه خالص. ولما بيحاول يتدخل بينهم كده بيوقفوا سونو وبيقول له لا عندك يا باشا. بيقول له على فكرة الاستاذ طلب مني ان احنا التلاتة نتدرب كده ونعمل تعاون وهنغني سوا، علشان كده كنت بطلب من البطلة انها تتدرب كتير على الجيتار علشان بس تجهز نفسها. فبتستغل بطلتنا الفرصة وبتطلب منه ان هم يتدربوا سوا في الحديقة. وبعد لما بتحاول تتكلم مع بطلنا بيعملها بطريقة وحشة وبيكون واضح عليه ان هو متضايق وغيران، لكنها ما بتهتمش يعني. وفي طريقها للبيت بتفضل صديقتها تتكلم معاها، بتقول لها الواد سونو ده انا مستغربة يعني فجأة كده بدأ يقرب منك رغم ان هو مشهور يعني ان هو ما بيحبش يساعد حد وبارد. انا متأكدة ان في سر وراه غريب ومش بالسهولة ديت يعني هيتعامل بالطريقة اللطيفة دي معاكي. لكن بطلتنا ما بتهتمش وبتدافع عن سونو كمان. ولما بترجع البيت بتجهز نفسها علشان تروح تقابله في الحديقة. وفي نفس الوقت ده بيبدأ بطلنا يفتكر اللي حصل وان هم هيتقابلوا وبيحس بالغيرة وبيقرر ان هو يروح لهم. وبنروح بقى لسونو لما بيكون هو كمان في طريقه لبطلتنا، لكن فجأة بيجيله اتصال من واحدة بتفضل تعيط وبيقرر ان هو يروح لها علشان يساعدها. في نفس الوقت ده بتحس بطلتنا ان سونو اتأخر وبتكون متضايقة خالص، وعلشان كده بتقرر انها تغني وتسلي نفسها. بيوصل بطلنا وبيسمع صوتها الجميل وبيتأثر. في نفس الوقت ده بتلاحظ بطلتنا ان في حاجة غريبة وان في شخص غريب كده منحرف واقف قدامها، وبتخاف وما بتكونش عارفة تهرب ازاي. فجأة بيبدأ الشخص الغريب ده يقرب منها ولسه بطلتنا هتصوت، لكن بيجي البطل في اخر لحظة وبينقذها وبيهزها وبيطلب منه ما يقربش ناحيتها.
بتاعتها، لكن الشخص ده بيطلع اسمه ادم وبيوقفهم وبيسأل بطلتنا عن الاغنيه اللي كانت بتغنيها ومين علمها لها، فبيتعصب بطلنا عليه وبيعرفوا ان دي اغنيته، وبياخد بقى بطلتنا على مطعم وبتبدا بقى تفكر مين الشخص ده وليه فجاه بيسالها عن الاغنيه دي بالذات، لحد لما بطلنا بيفوقها كده وبيقول لها ما تفكرش كتير، ده شكله شخص منحرف وبيحاول يقرب منك مش اكتر، وبيستغل الفرصه وبيطلب منها ان هو يوصلها وبترفض هي وبتصده وبتساله ليه مش عايز يعني يغني معاها، فبيقول لها يا بنتي انت لا طايقاني ولا انا طايقك، هنغني مع بعض بأمارة ايه يعني، ايه انت بتحبيني؟ بتقول له تصدق معاك حق، طب سلام بقى يا غالي، وبتسيبه وبتطلع تجري، وفي طريق بطلتنا للبيت بتتصل سونو علشان يعتذر لها لانه ما قدرش يخرج معاها، وبيوعد ان هو يخرج معاها في يوم تاني، ولما بتروح بطلتنا للمدرسه في اليوم التاني بتلاحظ ان الكل بيتكلم عن ادم وان هو ظهر، وبتكون البطله قلقانه خالص. في نفس الوقت ده بتيجي المعلمه وبتطلب من جين ان هو يدخل هو والفرقه بتاعته مسابقه، لكنه بيرفض وبيعرفها ان هو مشغول وان هو مش فاضي للكلام الفاضي. ولما بتيجي حصه الموسيقى بتجمع الكل وبتبدا بطلتنا تتمرن مع سونو، والبطل بيكون شايفهم ومتضايق خالص وغيران، علشان كده بيقرر ان هو يتنازل ويتمرن معاهم، كل ده علشان البطله تبقى تحت عينيه. وبيروحوا الثلاثه لغرفه الموسيقى علشان يتمرنوا، وهناك بيبهرهم بطلنا لانه بيقدر يصنع موسيقى، لا وصوته حلو كمان، وبيقدر ان هم يصنعوا اغنيه للاختبار وبيندمجوا كلهم سوا. وفجاه بيروح بطلنا وسونو للحمام وبيسيبوا بطلتنا لوحدها، فبيجي ادم والشله بتاعته بيبداوا يتنمروا عليها وبيكونوا فاكرينها بنت ضعيف، لكنها بتقدر تدافع عن نفسها وبتطردهم بره الاوضه كمان. وفي اليوم التاني بتعرفهم الاستاذه بميعاد اختبار الموسيقى، وبتكون بطلتنا متوتره فبيطمنها بطلنا كده وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجه تحت السيطره، اسمعوا الكلام بس انتوا وكلنا هنجيب الدرجه النهائيه. وفجاه وهم قاعدين بيرن موبايل بطلتنا وبتبعت امها كذا رساله، فبتتضايق منها وبتعمل لها بلوك علشان ترتاح. وطبعا بيشوف بطلنا الموقف فبيتضايق وبيسالها ليه ما بتردش على مامتها. ولما بتدخل بطلتنا تدور في قائمه البلوكات على رقم والدتها بتتصدم لما بتلاقيه اصلا شايل بلوك مامتها، وبتعرف كمان ان هو اتكلم معاها قبل كده، وبتتعصب وبتساله ليه استخدم تليفونها ورد على والدتها من غير استئذان. وبيسمع الفصل كل الخناقه بتاعتهم وبيبداوا يصوروا، فبيقلق بطلنا علشان كده بياخدها للعربيه علشان يفهمها اللي حصل. ولما بيحاول يعتذر لها لانه عمل كده ما بتدلهوش فرصه وبتبدا تهزقه، وبيتخانقوا مع بعض عزيزي المشاهد، وبتسيب بطلتنا العربيه وبتمشي، وبيكون بطلنا متضايق خالص فبيزود مدير اعماله الهم وبيعرفوا ان هم نقلوا حاجته كلها وهيرجع يعيش مع اهله تاني الفتره الجايه بامر من رئيس شركته. في نفس الوقت ده بترجع بطلتنا على الفصل، فبيجي سونو وبيعرفها ان ميعاد الاختبار فاضل عليه كام دقيقه، بيبدا يطلب منها كده انها تروح معاه علشان يستعدوا ويبدا الاختبار، وبتكون كل الفرق جاهزه وبتقدم اللي اتدربوا عليه ما عدا فرقه بطلتنا، وبتكون البطله قلقانه لكن ما بيكونش في ايديها حاجه تعملها، وبتقرر هي وسونو ان هم يغنوا لوحدهم. في نفس الوقت بيبدا بطلنا يحس بالذنب وبيقرر يروح علشان يبدا يغني مع الفرقه، ولكن الصدمه ان هم بيكونوا بدأوا من غيره واستغنوا عنه بسهوله. ده غير ان هو الكل انبهر باداء بطلتنا، وقرر الاستاذ كمان انها تخليها هي اللي تشارك في مسابقه الموسيقى باسم مدرستهم. ولما بيرجع للبيت بيفضل حاسس بالذنب طول الوقت. في نفس الوقت ده في طريق بطلتنا للبيت بتلاقي سونو في وشها وهو بيطلب منها يعني ان هو يوصلها، لكنها بترفض، وبيبان كده ان هو يعرفها من زمان وانها حبه الاولاني من الطفوله. وفي اليوم التاني لما بيروح للمدرسه بتقرر المعلمه انها تطلعهم رحله خيريه علشان ينظفوا معبد اثري كده، وبيبداوا كلهم ينظفوا، وبيستغل بطلنا الفرصه المناسبه كل ده علشان يتكلم معاها بس ويعتذر لها، لكن برضه ما بتديلوش فرصه ولا حتى بتعبره، وبتفضل طول الوقت مع سونو، فبيتضايق وبيقرر ان هو يمشي. وقتها بيشوف ادم وهو بيراقب بطلتنا فبيروح علشان يضربه ويتعصب عليه وبيساله بيعمل ايه هنا، واول لما بيشوفه ادم بيتوتر وبيحاول ان هو يتهرب منه. نروح بينا لدونج اللي بيكون بينظف، وفجاه بيجيله جين وبيبدا ان هو يتنمر عليه وبيضربه. اول لما بتسمع بطلتنا صوت دونج على طول بتجري عليه علشان تنقذه، وبتجمع الكل على صوت بطلتنا وهي بتتخانق مع جين، ووسط الخناقه فجاه بيتكسر حاجه، ولسوء حظهم بتطلع من المكان الاثري فبيتصدموا كلهم وبيهربوا من المكان قبل ما حد يعرف ويبلغ عنهم المعلمه. لكن لسوء حظهم بيكون برضه في كاميرا في المكان وبتصوروا وهم بيجروا. بيوصل للمدير اللي حصل في المكان الاثري وبيقرر ان هو يستدعيهم كلهم ويحقق معاهم علشان يعرف مين كسر القطعه الاثريه، وبيتجمعوا كلهم وبيفكروا هيتصرفوا ازاي من المشكله ديت، وخصوصا انها وصلت لوزاره التربيه والتعليم بس بتاعت كوريا، وان للاسف احتمال كلهم ينفصلوا. واول لما بتروح المدرسه علشان تتكلم معاهم بيعملوا كلهم عبط على طول وما بيعرفوش اي حاجه، فبتتعصب الاستاذه عليهم وعلشان كده بتقرر انها تحبسهم النهارده من بعد المدرسه، وبتحقق معاهم واحد ورا التاني، لكن محدش برضه بيرضى يعترف عن اللي حصل ولا يفتن على التاني، علشان كده بتزهق منهم وبتقرر انها تسيبهم يرجعوا على البيت. وفي طريق بطلتنا للبيت بتلمح ادم وهو ماشي، بتقرر انها تراقبه وتشوفه هو رايح فين علشان تعرف المكان اللي عايش فيه، كل ده علشان تعرف حقيقته واذا كان فعلا زي ما معروف عنه شخص منحرف ولا لا. بياخد ادم باله كده منها وبيسالها هي مين وعايزه منه ايه وليه بتطارده، ولما بيلاحظ ان رجلها مجروحه بيدخلها بيته علشان يعالجها، ولما بيعرف ان معاها جيتار مقطوع بيقرر ان هو يصلحه لها وبيبدا يتكلموا مع بعض وبيندمجوا. لكن فجاه ادم بيتعصب عليها بيطلب منها
منها انها تمشي من البيت. وتاني يوم لما بتروح بطلتنا على المدرسة بيرد عليها تشان ان هم يتعاونوا مع بعض ويعملوا اغنية جديدة، لكنها بترفض. بتعرفوا ان صوتهم مش لايق على بعض، فبيتصدموا وبيقولها انت شكلك كده ما تعرفيش انا مين، انا نجم يا بنتي، انت اصلا تطولي اصلا تغني معايا. بتقول له بالراحة على نفسك يا عم النجم، انا مبسوطة كده وراضية بحالي، مش مهم نجم ولا نجماية، وعلى ما فخلك شدوا بديلك. وبيروح له كده مدرس الرياضيات وبيعرفوا ان هو عايزهم كلهم يتجمعوا في غرفة الموسيقى علشان يتكلموا معاهم. وهناك بيعرفهم ان في طريقة واحدة علشان ما يتعاقبوش بسبب اللي حصل، وهو عن طريق ان كلهم يشاركوا في الحفل الخيري. وقتها نجمع تبرعات، وبيعرفهم كمان ان قدامهم اسبوع واحد وان هم لازم يتدربوا كويس علشان يشاركوا فيه. وبيطلب من كل واحد فيهم يستخدم آلة معينة ويتدربوا عليها كويس. ولما بيوزع عليهم الآلات الموسيقية بيبدأ يسمعهم كده وبيكتشف ان هم ما بيعرفوش اصلا يستخدموها وهيعكوا الدنيا وبص الدنيا باظ. بيتعصب عليهم وبيقول لهم شوفوا بقى، ما فيش قدامكم غير انكم تتعاونوا مع بعض وتساعدوا بعض وخلاص. لازم خلال الاسبوع ده تعزفوا في الحفل الخيري، يا كده يا اما هخليكم تتحبسوا واخلص منكم اصلا. وده اريح للصراحه. بيسيب لهم الفصل وبيمشي. فبتجمعهم بطلتنا وبيقرروا ان هم يتفقوا على ميعاد يخرجوا فيه علشان يتدربوا سوا. بيفرح بطلنا لانه هيقضوا وقت مع بطلتنا لوحدهم، لكن سونو بيطلب منها كده ان هو ينضم ليها يعني. وبيتعصب بطلنا اول لما بيشوف، بيقولها وانت اللي جبتيه هنا؟ بتقوله اصل صوتي لايق على صوت اكتر من صوتك وهيساعدني يعني، وبعدين انت مالك اصلا ما جيبه، هو انت يعني من بيت اهلي؟ يا ريت تخليك في حالك يا اخي. وبعد كده بتعرف زمايلهم ان هم هيروحوا يتدربوا في الحديقه، بس فجاه الدنيا بتمطر عليهم وبتتوتر البطله وما بتكونش عارفه هيروحوا يتدربوا فين، لحد لما بيجي لها فكره وبتقرر تروح عند ادم، واللي بيقرر يخليهم يتدربوا في المخزن بتاعه، لكن بيطلب منهم ما يلمسوش اي حاجه. لكن بطلنا اول لما بيشوف وشه بيتعصب وبيسال بطلتنا اشمعنى يعني اخترت المكان ده بالذات، وانت مش عارفه الاشاعات؟ ما بيرضاش كمان يتدرب معاها وبيسيب المكان وبيمشي. فبيتضايق سونو كده من طريقه معاملته مع بطلتنا، علشان كده بيقرر ان هو يروح يتكلم معاه وبيساله لو فعلا متاكد ان ادم نفسه المنحرف. فبيقول له بطلنا انا متاكد وانا مستعد كمان اعتذر لبطلتنا قدام الكل واركع على رجليا قدامها لو طلع كلامي غلط. وبيبان ان هو واثق من نفسه قوي. في نفس الوقت ده بيقرر بطلتنا تروح لادم وبتتكلم معاه عن الاشاعات اللي منتشره عنه. وفجاه بتسمع صوت اغنيه ابوها وادم بيسمعها، فبتساله هو مين وازاي قدر يوصل للاغاني بتاعت والدها. لكن فجاه بيتوتر وبيبدا يتخانق معاها وبيقرب منها. فبيوصل بطلنا واصدقائه في نفس الوقت ده وبيشوفوه هو بيقرب من بطلتنا وبيفهموا غلط طبعا، علشان كده بيقرر بطلنا هو يضربه. فبتتدخل بطلتنا فجاه وبتوقفه وبتقول لهم انها اللي غلطانه، وبتقول انها خلاص ما عادتش هتزعجه تاني وهتاخد زمايلها ويمشوا. لكنه بيوقفها وبيطلب منها ان هم يتكلموا شويه، وبيطلب من الباقي ان هو يطلع بره. وبيعترف لها ادم ان هو يعرف ابوها وان هم كانوا اصدقاء من فتره، لكنهم فجاه بطلوا يتكلموا. ومن وقتها كل ما بيحس ان هو متضايق بيقرر ان هو يسمع اغانيه. فبتتصدم بطلتنا وبتبدا تعيط. بتنهار وبتعرف ان للاسف ابوها مات. في نفس الوقت ده بيستغل تشان الفرصه وبيسال سونو ليه فجاه بقى مهتم بالموسيقى وعايز يتدرب معاهم، رغم ان هو مش محتاج وكان بياخد دروس من زمان في الموسيقى وهو اشطر منهم كلهم. فبيعترف له سونو ان هو بصراحه كده معجب ببطلتنا وان هو بيعمل كل ده علشان يقرب منها. في نفس الوقت ده بتخرج بطلتنا جري. فبيجري تشان عليها وبيسالها ليه كانت بتعيط، لكنها بتعامله ببرود وما بترضاش ترد عليه غير لما يعتذر لادم لانه قال عليه كلام مش كويس، وبتسيبه وبتمشي. فبيحس بطلنا بالذنب لانه كبر الموضوع، علشان كده بيقرر فعلا يعتذر له. ولما بيروح علشان يتدرب معاهم بيبدا كده كلهم يتدربوا ويندمجوا مع بعض لاول مره في المسلسل يا عزيزي المشاهد. وفي اليوم التاني بيروحوا للمدرسه وبيشوفهم الاستاذ وبيكون مبسوط بيهم، علشان كده بياخد قراره النهائي وبيقرر يخليهم هم اللي يغنوا في الحفل الخيري. وعلشان كده بيطلب منهم ان هم يقدموا اقتراحات للحفله. فبيبدا تشان يحط خطه كده وان هو هيغني كده ويقرب من البطله يعني ويعيشوا قصه رومانسيه. بس طبعا سونو ما بيسكتلوش وبيحط خطه هو كمان، وبيبداوا هم الاثنين يتخانقوا على مين فيهم اللي هيقرب من البطله. علشان كده بيقرر الاستاذ انه يديهم فرصه يفكروا مين اللي هيكون فعلا البطل ويقرب من بطلتنا ويحلوا مشكلتهم سوا ويبداوا يتدربوا. وفي طريقهم للبيت فجاه بيجي جان وشلته وبيبداوا يتنمروا عليهم وبيقولوا ان هم مجرد ناس سخيفه وان هم مش يعرفوا يعملوا الحفله الخيريه ولا حاجه، وبيكونوا فاكرين ان هم يتنمروا عليهم وهم يسكتوا. لكن بطلتنا بتتدخل وبتبدا تهزقهم وبتمسح بكرامتهم الارض وبتقول لهم ان احنا مش فاشله ولا حاجه واحنا هنقدر كمان نعمل كل اللي عايزينه ونشرف مدرستنا. بينبهر بطلنا بشجاعتها وازاي دافعت عنهم كلهم. وبتوصل عربيه غريبه وبتاخد نان وبيبان كده انها عربيه عصابات، وبتكون بطلتنا قلقانه عليها لكن بتقرر انها ما تتدخلش. وفي طريقها للبيت بيقف سونو بعربيته وبيطلب ان هو يروحها، وبطلتنا ما بتصدق وبتكون فرحانه خالص. بيشوفها تشان علشان كده بيقرر يبوظ عليهم اللحظه الرومانسيه ديت وبيوقف عربيته وبيعمل انها بايظه علشان يركب معاهم يعني. واول لما بيركب العربيه بيفضل يرخم بقى على سونو وبيحرجه قدام بطلتنا. فبتضايق منه البطله وبتقرر انها تنزل قبل ما توصل لبيتها وبينزل هو كمان معاها. بتبدا بقى انها تهزقه لانه كان بيضايق سونو. بيتعصب عليها وبيقول لها مالك كده بتدافع عنه ليه يعني، هو ابن اخوكي ولا يكون مثلا انت معجبه بيه ولا حاجه؟ فبتجيب بطلتنا اخرها منه وبتبدا تهزقه
بتهزقه وبتقول له لا انت شكلك زودتها، احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ يا ريت تحترم نفسك بعد اذنك، انا بنت محترمه، لازم تفتكر ان احنا مجرد زمايل وما ينفعش تسالني عن حياتي الخاصه. فبيحس بطلنا فعلا ان هو زودها، وعلشان كده بيعتذر لها وبيقرر يروح يوصلها، وبالمره يعدي على ادم ويعتذر له. وبعدها بتدخل بطلتنا تتكلم مع ادم، فبيسالها عن اللي حصل لابوها وبتحكي له بقى ان ابوها عمل حادثه لكنها مش فاكره اي حاجه، وان من وقتها عندها صدمه، علشان كده امها قررت انها تاخدها معاها نيوزيلندا وقتها عيش عند خالي في مزرعه معزوله، لحد لما بطلتنا قدرت انها تتكلم ورجعت على كوريا. وبيسمعها تشان وبيحس بالذنب لانه كان بيضايقها على طول الفتره اللي فاتت وبيجيب سيره ابوها كتير. ولما بيروح للمدرسه في اليوم اللي بعده بتسال بطلتنا الاستاذ لو لقى ليهم اوضه يعني علشان يتدربوا فيها، بيقول لها والله يا بنت انا لسه مش قادر الاقي لكم حاجه بس هحاول يعني، وبيطلب منهم ان هم ياجروا اوضه مؤقتا وبعدها بيبداوا يتدربوا فيها، لكن ما بيكونش معاهم فلوس. فبتقرر بطلتنا انها تروح تتدرب عند ادم وبتاخد زمايلها وبيروحوا له، وبتتحايل عليه ان هو يسمح لهم ان هم يفضلوا 15 يوم يتدربوا في المخزن بتاعه، وبتوعده ان المره دي محدش هيقرب ناحيه حاجه. بيوافق ان هم يتدربوا في بيته، وبتفرح بطلتنا على طول ويبداوا فعلا يتدربوا على اغنيه جديده. في نفس الوقت ده بيكون سونو في طريقه للاكاديميه علشان ياخد دروس، لكن بطلتنا بتتصل عليه وبتطلب منه ان هو يجي يقعد معاها ويدربها زي المره اللي فاتت. فبيضحك كده تشان عليها وبيقول لها ده مستحيل يسيب دروسه ويجي، بس الصدمه ان هو بيسيبه وبيجي عادي، وبتقول له هو في الطريق اصلا يا غالي. وبيوصل سونو وبيكون بطلنا غيران ومتضايق ومش طايق نفسه، لكن بطلتنا بتجبره ان هو يقعد مع سونو ويعزفوا مع بعض، وبيبان ان هم اصدقاء من الطفوله وكانوا بيتدربوا مع بعض كتير، لكن رغم كده لما كبروا وصلوا الثانويه بقى بيكرهوا بعض وبعدوا عن بعض، والدنيا الغداره فرقت ما بين الصحاب الاصيله. وبيتصدم الكل بمهاراتهم في الموسيقى وعزف البيانو. ولما بيروح على المدرسه في اليوم التاني بيبدا جين وصديقه كيم ان هم يتنمروا على دونج كالعاده، فبيتضايق وبيسيب الفصل وبيمشي. فبتقلق بطلتنا عليه وبتروح وراه على السطح، بتحاول انها تواسيه وبتساله ليه جين بيتنمر عليه، فبيقول لها ان زمان كانوا مقربين من بعض لكن فجاه حصلت حاجه وخلت جين يكرهه. فبتقرر بطلتنا انها تحاول تصلح بينهم، وبتستنى جين بعد المدرسه وتروح علشان تتكلم معاه، لكن فجاه بيتعصب عليها وبيكون هيضربها لحد لما بيلحقها بطلنا في اخر لحظه وبينقذها منه وبيهزها وبيمسح بكرامته الارض وبياخدها وبيمشي. وبتتصدم البطله من شجاعته، وبعدها بيروح على بيت ادم كل ده علشان يتدربوا. وبيلاحظ ادم ان صاحبنا التالت جين ما جاش، وبتتضايق البطله لان من غيرهم هم التلاته الفرقه للاسف مش هتكمل، وانهم من غير جين مش هيقدروا يتدربوا كويس. لكن فجاه بيوصل سونو وبيجيب معاه جين كمان، لكن تشان بيبدا يتنمر عليه وبيقول ان هم مش محتاجين واحد فاشل ومتنمر زيه. فبيتعصب دونج من كلامه وبيقول لهم ان صديقهم مش فاشل وبيدافع عنه وبيديله المايك كمان علشان يغنوا سوا، وبيندمج الكل مع صوتهم وموهبتهم، وخصوصا بطلنا اللي بيترجى جين يفضل معاهم في الفرقه. وبيقول له انت لو عايز تشتغل كمان تعالى بعد المدرسه الشركه ديت انا هخليك اشهر ايدول، اديني بس فرصه وهبهرك. وبيحاول الكل ان هم يقنعوه يفضل معاهم. وبيفرح جين ان اول مره اصدقائه بيقدروه، بيقرر ينضم ليهم فعلا ويتدربوا سوا علشان الحفل الخيري. ولما بيروحوا للمدرسه في اليوم التاني بيروح للمعلم على طول وبيعرفوه ان هم جاهزين خلاص علشان الحفل الخيري، وبتكون البطله فرحانه خالص لحد لما فجاه بيجي لها اتصال من المدير وبيعرفها ان هو قرر يلغي الفرقه بتاعتها، وده لان فرقه جان هي اللي هتغني في الحفله، وده لان وزير التربيه والتعليم هيحضر. فبتتصدم المعلمه وبيتصدم كمان تشان. الكل بيتضايق لان مجهودهم راح على الارض في اقل من ثانيه، وان جان وفرقته سرق منهم الاضواء كمان. ده غير كمان ان هو بيبدا يتنمر عليهم. بيتعصب تشان وبيجيب اخره منه وبيتحدى قدام الكل، وبيقرروا ان هم يعملوا منافسه والفريق اللي يكسبها هو اللي هيظهر في العرض الخيري. ولما بيسمع سونو اللي حصل بيقرر ان هو يقف معاهم وبينضم لفرقته، وبيتضايق اصدقائه لما بيسمعوا باللي حصل. وكمان بطلنا اللي بيكون غيران ومتضايق وبيزعل لبطلتنا وبيتعصب عليها لانها سمحت لسونو ان هو ينضم ليهم، وبطلتنا مش فاهمه هو متعصب قوي كده ليه يعني، رغم ان سونو شاطر وانها متاكده ان هو لو انضم ليهم هيفرق معاهم وممكن يكسبوا. ولما بيتجمعوا كلهم علشان يتدربوا كالعاده فجاه الجرس بيرن وبيروح ادم علشان يشوف مين، وبيلاقي مدير اعمال بتاع بطلنا وبيطلب منه ان هو يدي حاجه كده للبطل. ولما بيوصل بطلنا وبياخدها فعلا بيتعصب ادم عليه وبيقول له بعد كده ما تجيبش حد للبيت، لو عاوز حاجه روح هاتها بنفسك. ده غير كمان ان مدير اعمال بطلنا بيتعرف عليه وبيساله اذا كانوا شافوا بعض قبل كده. وقتها ادم بيتوتر وبيتهرب منه وبيحس بطلنا ان في حاجه غلط، وبيساله بصراحه لو مخبي حاجه عنهم. فبيتعصب ادم من كلامه وبيطرده بره البيت، لكن بطلنا ما بيهتمش بيقول له انا مش همشي من البيت ده يا غالي، انا ورايا تدريب، ولو اتكلمت معاه بالطريقه دي تاني فهروح واحكي لبطلتنا عن كل حاجه وهقول لها ان الراجل ده بيستغلها وان هو مش صديق ابوها ولا حاجه. وبعدها بيروح لاصدقائه وبيتعشوا مع بعض وبيقضوا كلهم وقت لطيف وبيستمتعوا بوقتهم. وبتكون بطلتنا فرحانه لانها بتحس لاول مره ان لها عيله. ولما بيرجع بطلنا على البيت بيبدا يشتغل على الاغنيه اللي هيقدموها، وبتلاحظ بطلتنا قد ايه ان تشان بيتعب علشان المنافسه ديت، وعلشان كده بتكون مبسوطه منه وبتشجعه كمان بكل الطرق وبتعامله بطريقه كويسه خالص لاول مره. وفي اليوم التاني بتقرر انها تسبق زمايلها وبتروح تقعد شويه مع ادم، وهناك لما بيسالها عايشه مع مين بتعرفوا انها عايشه مع عمتها مؤقتا يعني. ولما بيسالها عن والدتها بتبدا تتوتر وبتقول انها مقاطعه
رضعها من فترة طويلة، وده لانها اكتشفت ان امها السبب في موت ابوها، فبتوتر هو كمان وبيحاول يتهرب من الموضوع. بس بطلتنا بتقوله بص من الاخر هي كانت بتخون ابويا، ويا ترى مين الشخص التاني الحيوان. ولما بتروح بطلتنا على البيت بتعرف عمتها ان والدتها اتصلت عليها كتير وان باين عليها انها تعبانه، وبتطلب منها انها تتصل بها وتطمن عليها، لكن بطلتنا بترفض وبتتعصب وبتقول لها والله ما يحصل، كل ده لانها مش قادره تسامحها لسه. ولما بتروح المدرسه في اليوم التاني بيعرض سونا عليهم ان هم يجوا يتدربوا في بيته، بطلنا بيرفض وبيكون فاكر بطلتنا يعني هترفض، لكن بتصدمه وبتعرفوا انها موافقه اصلا ويلا يا رجاله، لا وفرحانه كمان. فبيضطر تشين ان هو يوافق وبيروح معاهم هما الاتنين، وبيفضل بقى يغلس عليهم، وده لانه مش عايزهم يكونوا لوحدهم. وفي طريقهم بيشوفوا نانا وهي في طريقها للبيت، وعلشان كده بيقرروا ان هم ياخدوها معاهم بالمره. وفجاه بتبدا بطلتنا تحكي لهم قصتها، وان زمان كانت صغيره بابا غنى معاها في الحضانه، ووقتها الكل حب اغنيتهم، بس كان في واحد من الاطفال معجب قوي باباها وكان نفسه يقابله، لكن بعدها باباها حصلت له حادثه وما قدرتش انها تتكلم معاه. فبيلمح لها سونو كده ان هو نفسه الطفل اللي قابلها في طفولتها زمان، وان هو اللي كان معجب بباباها. بتتصدم بطلتنا لما بتعرف، وما بيقدرش بطلنا يسمع قصه حبهم الطفوليه ديت اكتر من كده، وبيقرر يسيب العربيه وينزل، وبيبدا يفتكر زمان لما سونو جاله وطلب منه وهم صغيرين ان هو يروح معاه للموعد اللي هيقابل فيه بطلتنا. ولما راحوا هناك فضلوا واقفين في البرد وما جاتش ولا هي ولا باباها. وقتها بدأ بطلنا يعني يغلس على سونو وبيتريق عليه لان البنت اللي هو معجب بيها فكست له خالص، وبيفهم دلوقتي ليه هو كان مهتم بالبنت دي بالذات، وبيحاول بكل الطرق يساعدها. وفي نفس الوقت ده بتبدأ بطلتنا تصارح سونو وبتحكي له ان في اليوم ده باباها توفى، وبتعتذر له علشان كده بيحس بالذنب، وبيقرر ان هو يعزمها على حاجه، وبيخرجوا هما الاتنين سوا. في نفس الوقت ده بتعدي نين وبتشوفهم مع بعض، وازاي سونو بيعامل بطلتنا بطيبه واحساس، وبتتضايق وبتسيبهم. وبيشوفها جين وهي ماشيه بالصدفه وبيلاقيها داخله مكان غريب، وبيقرر يروح وراها، وبيعرف ان المكان ده فيه حانه، وبيستغرب اصلا هي داخله هنا ليه. كل ده وهي لسه طالبه، ده غير ان هو مش مسموح لها تدخل الاماكن ديت اصلا. وبتدخل نين اوضه فاضيه كده، وفي الحانه بتبدا تغني، بتبدا تنهار كده من العياط لما بتفتكر سونو وازاي بيعامل بطلتنا، لانه بيكون حبها الاولاني. وبيجي الليل وبيتجمعوا كلهم وبيجهزوا علشان يتدربوا، لكن بيلاحظوا ان نان غايبه ولسه ما جاتش، ده غير كمان تشان وبيكون متضايق ومتعصب من اللي حصل الصبح، علشان كده بيطلب منهم ان هم يتدربوا. وبيخلصوا وبيرجعوا للبيت، لكن فجأة بيطلب منه سونو يتكلموا شوية على انفراد، وبيسأله ليه متضايق منه ومتعصب عليه على طول. يا ابني انا ما عملتلكش حاجة. بتعصب البطل عليه وبيقول له ليه ما قلتش الحقيقة، وانه كان يعرف بطلتنا من زمان. فبيقول له ايه اللي كان هيفيدك غير لما تعرف يعني، ده غير ان انت كمان بتعاملني طول الوقت بطريقة وحشة، وانا قلت لك ان انا نسيت اللي حصل زمان. فبيتعصب عليه وبيعرف ان هو كمان معجب ببطلتنا. في نفس الوقت ده بتعدي البطلة وبتسمعهم وبتاخد الصدمة الكبيرة هي كمان، علشان كده بتقرر انها تروح تتكلم مع بطلنا وتوضح معاه الموضوع. ولما بتبدا تتكلم معاه بتقوله عن كل حاجه، وبيكون فاكر انها عرفت خلاص ان هو معجب بيها، لكنها بتطلع جاموسه ولا فاهمه اي حاجه. والله العظيم فكرتك فهمت حاجه. ولما بيجيب اخره منها بيبدا يلمح لها ان هو معجب بيها يعني. ومن بعدها بتبدا بطلتنا تتوتر وما بتكونش قادره تركز في حاجه، وبتحاول بطلتنا على قد ما تقدر تتجنبه. ولما بتروح المدرسه في اليوم التاني بتفضل برضه تبعد عنه وبتكون محروجه منه، وبيلاحظ بطلنا وبيقول لا فكك كده وتصرفي، انا مش عايز يبان ان في اي حاجه خالص، ولكن اعترفت لك ان انا معجب بيكي، انا عايزك تتعاملي طبيعي، انا بهزر والله انا معجب بيكي ولا نيله اصلا. هو انت ما بصيتيش لنفسك في المرايه قبل كده؟ بتتعصب بطلتنا بتقول له بنات الناس مش لعبه يا اخ، وبعدين انت مش في دماغي اصلا، انا ولا مهتميه بيك ولا عايز اقرب منك ولا ببعد عنك اصلا. وبيشوف سونو كل اللي بيحصل وبيتضايق من معامله البطل ليها. ولما بيكون عندهم حصه العاب بيبدا سونو والبطل يتخانقوا مع بعض، وبيستغرب تشان كده ان سونو بيلعب معاه بعنف، وبيعرف ان هو شاف كل اللي عمله مع بطلتنا الصبح، وبيحذره لو فكر يضايقها تاني هيدفنوا مكانه. وبعدها بيروحوا عند بيت ادم علشان يتدربوا كالعاده. بيستغل سونو الفرصه وبيبدا يغني لبطلتنا اغنيه حب ورومانسيه، وبيلمح لها يعني ان هو معجب بيها. بتكون مبسوطه وطايره من الفرحه، وبيشوفها بطلنا وبيتضايق وبيحس بالغيره هو كمان. وطبعا صاحبتنا نان مش هتسكت يعني، وطبعا مولعه في نفسها، علشان كده لما بيروح بطلنا المدرسه في اليوم التاني بيقرر يتكلم معاه ويعرف سونو ان هو بص انا مش هسيب لك فرصه، احنا لازم نتنافس بنزاهه. لكن قبل ما ده يحصل بيجي جين وشلته بيبداوا يتنمروا على بطلنا، بيقولوا له ان هم فرقه تعبانه وان هم مستحيل المدير يسمح لهم يشاركوا في الحفله الخيريه اصلا. لكن بطلنا ما بيسكت لهمش وبيدافع عن اصدقائه، بيقول له على الاقل في واحد في الفرقه بيعرف يغني مش زيكم كل اعتمادكم على الفلوس. ولما بيسمع المدير اللي بيحصل بيجمعهم كلهم، بيطلب من الاستاذ انها تعرفهم ان هو اللي هيحكم ما بينهم ويختار في الاخر فرقه. لكن بطلنا ما بيهتمش، وده لانه بيكون واثق بنفسه وبصوته، لحد لما فجاه بيكتشف ان في واحده في فريق جين اسمها ايون، وانها بتعرف تغني وصوتها جميل كمان. واول لما بيسمعوا الكل بينبهر، وبتخاف بطلتنا وبتقلق اكتر.
اكتر لان فرصتهم في النجاح بتقل قدام عينيهم. في نفس الوقت ده برضه لما بيسمع بطلنا ايون بيتعصب من سونو، وده لانه معرفوش ان في واحده بتعرف تغني في فرقه جين اصلا، وبيفضل يهزقه لكن بطلتنا ما بتسكتلوش وبتدافع عنه وبتجيب اللوم عليه. وده لان بطلنا من الاول كان عايز التحدي ده، فبيتعصب بطلنا من كلامها وازاي بتدافع عن سونو، وعلشان كده بياخد الموضوع بشكل جدي. واول لما بيروح عند ادم بيبدا يدربهم كلهم بشكل قاسي، وده لانه عايز الفوز باي طريقه وما بيهتمش باي حد حتى بطلتنا. ولما بتعرف انها تعبانه ما بيهتمش وبيتعصب عليها وبيطلب منها تسمع الكلام علشان يفوزوا، وبيتعصب الكل من تصرفه وازاي ان هو اناني ومش مهتم باي حاجه غير نفسه. لكن بطلنا ما بيهتمش برضه وبيرجع يدربها تاني، بيضغط عليها اكتر من الاول، فبتجيب بطلتنا اخرها منه وبتبدا تعيط وبتنهار، بتسيب المكان كله وبتمشي. فبيحس بالذنب وبيروح وراها علشان يراضيها، لكنها ما بترضاش تسمع منه اي كلمه وبتقول له انت ايه يا ابني ما عندكش اخوات بنات؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا بالذات انا ما عدتش فاهماك، انا اذيتك في ايه؟ طيب بيكون حاسس بالاحراج ومش عارف يرد عليها لانه غلطان فعلا، فبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت ده بيحاول سونو يفكر في طريقه كل ده علشان يساعد بطلتنا بيها، وبتجيله فكره وبيطلب من نان انها تغني معاه. بترفض طبعا في الاول، لكن اول لما بيبدا يغني بتحس بمشاعر غريبه وبتقرر تغني معاه فعلا. وهنا الكل بيتصدم يا عزيزي، لان لما بيسمعوا صوتها بتكون موهوبه جدا، حتى نان بتتصدم من نفسها. بتساله هو انت عرفت ازاي ان انا صوتي حلو كده؟ بيحكي لها ان هو شافها النهارده وهي رايحه المدرسه، وقع مني الكارت ولما رحت اديهولك كنت مشغوله وبتغني، فما رضيتش ان انا اقطع عليك اللحظه ديت. وقتها كمان اكتشفت ان صوتك حلو. بيديلها الكارت بتاعها. في نفس الوقت ده بيلاحظ ادم ان بطلتنا متضايقه وزعلانه وبتعيط. بيقرر ان هو يخرجها للحديقه وبيتكلموا مع بعض شويه، وبتبدا تحكي له ان تشين اخر فتره بيزهقها وبيرخم عليها، ومن كلامه بيكتشف انها معجبه بيه لكنها مش عارفه. ولما بتروح على المدرسه فعلا بيجي لها بطلنا وبيعتذر منها عن اللي حصل، وان هو كان عايز يفوز مش اكتر. وعلشان بطلتنا على نيتها بتتقبل اعتذاره وبتقرر انها تصالحه وبتتكلم معاه، وبعدها بتساله هيعملوا ايه بقى بخصوص الحفله، وانها مش هتقدر تغني الطبقات اللي هو عايزها. فبيقول لها امرنا لله، هنغني اللي بتعرفي تغنيه وخلاص. لكن صديقتها بتيجي وبتعرفهم ان هم لقوا حل للمشكله ديت، وبتخليه يسمع صوت نان اللي اول لما بيسمعه بينبهر بيه، وعلى طول بياخدها علشان يتدربوا مع بعض. وبتفرح بطلتنا لان مشاكلهم اتحلت اخيرا وبيكونوا جاهزين علشان الاداء. ولما بيروح للمدرسه في اليوم التاني بتنبههم الاستاذه ان فاضل يوم واحد، لكن بطلتنا ما بتكونش مهتمه خلاص، وده لانهم اتدربوا كويس. وفي طريقهم لبيت ادم كلهم بقى فجاه بتيجي عربيه وبتاخد نان كل مره وبياخدوها معاهم بالغصب. فبتتصدم بطلتنا وبتطلع تجري ورا العربيه هي وجين، لكنهم مش بيقدروا يوصلوا لها. لكن جين بيطمن ان هو يعرف يوصل لها وبياخدها للمكان اللي شاف نان داخله فيه، وبيشوفهم سونو وبيروح وراهم وبيستغرب المكان لحد لما فجاه بيلاقي نان خارجه منه جري ورجاله العصابه وراها. بيحاولوا يدخلوها المكان غصب عنها، لكن بيحميها وبيدافع عنها هو وزمايله. وبيوصل بطلنا كمان وبيساعدهم، وبتبدا المدعكه وبيبدا كله يضرب في بعض، وبتستغل نان الفرصه وبتهرب. لكن فجاه بيخرج شخص عجوز وبياخدهم كلهم للكافيه جوه علشان يتكلم معاهم، وبيكتشفوا ان هو ابو نان وان هو رئيس عصابات كبيره. ولما بيروح المدرسه في اليوم التاني بتتاخر نان وبيقلقوا عليها وانها ممكن ما تجيش بسببهم، لكن سونو بيقرر يجيبها بنفسه وبيتصل على والدها وبيعرفه المكان اللي هيقدر يلاقيها فيه. في نفس الوقت ده بتكون نان قاعده بتعيط ومتضايقه، وفجاه بتلاقي سونو في وشها، ولما بتسال عرف مكانها ازاي بيحكي لها ان هو خد العنوان من والدها. فبتتعصب اكتر لانه عرف حقيقه ابوها وان هو راجل عصابات. فبيحاول سونو يواسيها وبيعرفها ان هو مش متضايق، وانا عرفت ان انت شخص كويس وما اخترتش اهلك بنفسك. في نفس الوقت ده بيوصل مدير المدرسه وبيجمع الكل علشان يشوف الاداء ويختار فرقه. بتتوتر بطلتنا وبتحاول انها تعطله باي طريقه لحد لما يوصل ابطالنا، لكن فجاه بيوصل للاسف سونو لوحده وما بتكونش نان معاه. فبينتهز جان الفرصه هو وفرقته وبيقرروا ان هم يغنوا الاول. الكل بينبهر بصوتهم وادائهم، ولما بيجي الدور على فرقه بطلتنا ما بيكونش قدامهم حل غير ان هم يخلوا دونج يغني. واول لما بيغني صوته بيكون وحش والكل بيضحك عليهم، لكن فجاه بتوصل نان في اخر لحظه بتبدا تغني وبينبهر الكل بصوتها، وبيندمجوا كمان زمايلها وبيبدا كلهم يغنوا مع بعض وبيولعوا المسرح حرفيا يا عزيزي المشاهد. زمايلهم بيتصدموا كده من صوتهم وموهبتهم، وبيتوتر المدير وما بيكونش عارف هيختار مين للحفله، وده لان الاتنين ادائهم كان حلو خالص. وبعد ما الحفله بتنتهي بتخرج نان لوحدها وبتقعد كالعاده بعيد عنهم، لكن فجاه بيجي لها سونو وبيقول لها ان هو موافق على الطلب اللي طلبته. وبنعرف بقى ان هو لما راح علشان يقنعها تغني معاهم طلبت منه هناك ان هم يخرجوا مع بعض، وده ال10 مرات. وقتها اتردد فعلشان كده طلبت منه ان هو يمشي، وافتكرها مش هتيجي لكنها صدمته وجات من غير مقابل. علشان كده قرر ان هو يروح معاها ال10 مواعيد يمكن يرتبطوا ولا حاجه ويعملوا كل اللي هي عايزاه بقى. ونروح بينا للمدير اللي بيقرر ان فريق جين واصدقائه هم اللي هيعملوا الحفله الخيريه للاسف. وبالتالي بطلتنا خسرت التحدي وكل مجهودها هي وزمايلها راح على الفاضي، وده بيخليهم كلهم متضايقين. لكن بطلنا ما بيكونش مهتم قد كده، وده لانه اثبت نفسه اصلا قدام الكل وغنى والجمهور عجبه الغنى بتاعهم، وعلشان كده ده كان كفيل بالنسبه له ان هو يخليه مبسوط. واول لما بيخرج بيبدا يبحث كده على النت عن اعراض الحب لانه حاسس كده ان هو وقع في الحب ولا ايه. واول لما بيقراها بيتصدم ده ازاي ده كله فيا انا بالظبط، وبيتاكد ان هو وقع في حب بطلتنا. ولما بيرجع للبيت بيفضل يفكر فيها وبيقرر يتصل عليها لكنه بيكون محرج من
منها. في نفس الوقت ده بتكون بطلتنا برضو عمالة تفكر فيه وعايزة تتصل تطمن عليه، لكن فجأة بيجيلها اتصال من سونو. أول لما بترد عليه بيسألها لو فاضية بكرة. وقتها برضو بيجيلها اتصال من البطل، بتسأله عايز ايه؟ بيقول لها بص بقى أنا هبقى فاضي بكرة، هو أنت هتيجي تتفرجي معاه على فيلم غصب عنك ومش بمزاجك؟ لكنها بترفض وبترجع تكمل كلامها مع سونو عادي. ولما بيسألها يعني لو هتخرج تشوف معاه فيلم بتعتذر له هو كمان، وبتقول له انها مش هتخرج بكره خالص، وبتقفل معاه. وبعدها بتحس بالذنب فبتتصل على البطل وبتقول له خلاص هخرج معاك. وفي اليوم التاني بيروحوا يشوفوا فيلم مع بعض، وبتستمتع بطلتنا بوقتها لأول مرة وبتجرب حاجات جديدة. في نفس الوقت ده بيجي لسونو اتصال من نان وبتطلب منه ان هم يخرجوا مع بعض. وبنروح بقى لبطلنا اللي بيقرر ان هو يستغل الفرصة وبيطلب منها ان هم يرتبطوا، وده لمدة يوم واحد بس مش اكتر. وقبل ما ترد عليه فجأة بيظهر سونو ونان قدامهم. بتتوتر بطلتنا وبتتحرج لانها كدبت على سونو. وفجأة بيجي صحفي وبيبدأ يضايق بطلنا، وبيفتكروا ان هو بيوعده وبيصوروا علشان يفضحوا. ولما بتحاول بطلتنا يعني انها تتهرب منه ومش بتعرف، بيبدأ يحرجها بالكلام. فبيجي سونو بسرعة وبينقذهم وبيكذب على الصحفي وبيفهموا ان بطلتنا حبيبته ان هما مجرد اصدقاء. وبيطلب من بطلنا ان هو يمشي وبيحرج الصحفي وبيمشيه. وفي طريقهم هما ماشيين بيلاحظ ان الصحفي لسه ماشي وراهم وان هو بيحاول ياخد لهم صور علشان يتأكد بنفسه. لكن نان بتحل المشكلة ديت وبتتصل على الكل علشان الصحفي يسيبهم. وفعلا بيوصل باقي زمايلهم وبيقعدوا يتفرجوا على الفيلم سوا. وبعد ما بيخلص كده بيرجع كل واحد لبيته. وبتبدأ بطلتنا تفكر في اللي حصل وبتكون متضايقة لان بطلنا كذب على الصحفي رغم ان هو من شوية يعني كان طالب لسه يرتبط بيها. ولما بتروح المدرسة في اليوم التاني بيسيب لها البطل رسالة بيطلب يقابلها عند العربية بتاعته. وفعلا بتروح تشوف عايز منها ايه. بيعتذر لها عن اللي حصل امبارح وان هو سبب لها احراج، لكنها بتتعصب عليه وبتعرفه انها مش قابلة اعتذاره وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتقرر بطلتنا انها تروح تزور ادم وبيتكلموا مع بعض شوية. ولما بيعرف انها مكتئبة بيقرر يخرجها وبتعرض عليه ان هم يروحوا يغيروا تسريحة شعرهم. وبتفرح بطلتنا بالقصة الجديدة وبتقول له انها لايقة عليه خالص وبيعرض عليه يوصلها كمان. وبعدها وهو راجع بيته بتعدي من جنب والدة بطلتنا. بيتصدم اول لما بيشوفها وبيتوتر وبيسألها وصلت امتى، لكنها بتعامله ببرود وبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت ده بتعرف بطلتنا ان مامتها رجعت وبتتعصب وبتقرر انها تسيب البيت، لكن امها بتوقفها وبتطلب منها ان هم يتكلموا مع بعض. بطلتنا بترفض فبتقول لها لو رحت في اي مكان هفضل وراكي ومش هسيبك في حالك. بتقرر ترجع البيت علشان ترتاح من زنها. وفي اليوم التاني بيروح الصحفي على المدرسة ومعاه صورة لبطلتنا وبيبدأ يسأل زمايل بطلنا كده في الفصل لو هو بيوعدها، لكن كلهم بينكروا. وفجأة بتوصل ايون وبتشوفه وبتقوله انها اللي بتوعد بطلنا وبتديله اسمها كمان وبتقوله تقدر تنشر الخبر ده يا غالي. لكنه بيتصدم من اسمها لما بيعرف انها بنت رئيس اكبر شركة ترفيه في كوريا، علشان كده بتهدده انها لو نشر اي خبر عن بطلنا اهو حتى فكرت تقرب مننا انت عارف ايه اللي هيحصل لك. وبتاخد الورقة اللي كتبها وبترميها على الارض. ولما بتوصل بطلتنا على المدرسة بتلاقي تشان وسونو بيتخانقوا. ولما بتروح علشان تفض ما بينهم بتعصب سونو وبيجيب اخره وبيعترف لها ان هو معجب بيها وان هو اخر فترة هو والبطل بيتخانقوا بسببها. بتتصدم بطلتنا وبتكون مستنيه اي رد فعل من بطلنا، لكنه ما بيهتمش وبيسيبهم وبيمشي. نروح بقى لدونج لما بيكون قاعد وفجأة بيجي شوية بنات وبيبدأوا ان هم يعكسوه. بيقولوا له ان شكله حلو وهو بيغني وان هم ما توقعوش يكون موهوب كده. وبيحس اخيرا ان هو بقى مشهور في مدرسته وما عادش منبوذ زي الاول. لكن فرحته ما بتكملش وده لان كيم بيرجع يتنمر عليه تاني. بيخلي الفصل كله يتنمر كمان معاه. وبيستنى دونج ان اي حد من صحابه يساعدوه، لكن محدش بيهتم. فبيقرر ان هو للاسف لازم يطير. في نفس الوقت ده بطلتنا ماشيه فجأة بتلاقي حد بيرمي عليها ورقه. ولما بتفتحها بتلاقي حد كاتب فيها اعتراف بحبه ليها. ولما بتدور حواليها ما بتلاقيش اي حد غير دونج وهو للاسف بيحاول يطير. وبتصدم وبتحاول انها تنقذه لكنها للاسف مش بتعرف فبتنهار وبتطلع جري. وقتها بتخبط في بطننا وبيشوفها وهو بتعيط وبيسألها عن اللي حصل. بتقوله اللي حصل وانها شافت دونج وهو بيحاول يطير. وبيطلعوا هما الاتنين جري بسرعه علشان ينقذوه لكنهم مش بيلحقوه. وهنا بقى بتوصل نان وبتنقذه في اخر لحظه. في نفس الوقت ده بيحس سونو ان بطلتنا بتتجنبه علشان كده بيقرر يروح يعتذر لها، وده لانه اعترف لها بحبه فجأة وضغط عليها. وبيطلب منها انها تتصرف عادي وما تحسش بالاحراج ولا حاجه. وبيعرفها ان هو مش مستني منها اي رد فعل. يعني انا استنيتك من 6 سنين وعندي استعداد استنى كمان 6 زيهم، لا واستناك العمر كله. وبيسمعهم بطلنا وبيتضايق وبيفضل زهقان طول اليوم. وعلشان كده بيتصل عليها وبيطلب منها ان هم يتقابلوا. وبيسالها بصراحه لو هي معجبه بسونو وهيتوعدوا. بتقول له انت لو مكاني يعني هتفوته فرصه وجات لك لحد عندك هتعمل ايه؟ بيقول لها تصدقي معاكي حق. بتقول له شفت ازاي سهله هي تقول لنفسك بقى. فبيستغرب كده وبيقول لها بس برضه احنا مش اتفقنا ان احنا هنتوعد لمده يوم ولا انت ايه هتضحكي بيا؟ ولاد الناس مش لعبه في ايدك بعد اذنك، انت ما عندكيش اخوات ولاد ولا ايه؟ فبتعصب وبيسيبها وبيمشي. وبتتعصب البطله وبتنهار لانه غبي ومش فاهم انها معجبه بيه وانها كانت بتلمح له اصلا وهو على الله وانا على الله وعزيز المشاهد على الله. ولما بتروح على الفصل في اليوم التاني بتكتشف ان دونج ما جاش وبتقلق عليه وبتقرر انها تزوره. وبيقترح عليها سونو ان هو يروح معاها. في نفس الوقت ده لما بيروح بطلنا على الشركه بتاعته بيعرفوا مدير اعماله انه جاله شغل كتير الفتره ديت وان هو مش هيروح المدرسه مؤقتا علشان يسجل الالبوم. وبنعرف بقى ان دونج راح عند ادم وبيكون قاعد زهقان ومتضايق لحد لما فجاه بتوصل صديقته لولو بتبدا تواسيه عن اللي حصل
حصل في المدرسة وبتعتذر له لانها ما دفعتش عنه. بتقول له انا عارفة انك شاطر وموهوب وما تسمعش لحد من اللي بيتنمروا عليك، وبتقنعه ان هو يرجع تاني للمدرسة. وبيبداوا هما الاتنين يتخيلوا ان هما عملوا حفلة موسيقية وبيستمتعوا بوقتهم. وفجأة بيرن الجرس، ولما بيروح دونج يشوف مين بيلاقي بطلتنا وسونو ونان كمان في وشه، ومعاهم شاب غريب كده اول مرة تشوفه. في نفس الوقت ده بتكون ام بطلتنا في البنك، وبيوصل ادم كمان وبيشوفوا بعض بالصدفة. بينتهز الفرصة وبيطلب منها انها تخرج معاه. بتقوله بصراحة انا وافقت اخرج معاك علشان اقول لك حاجة واحدة، انا عايزاك لو شفتني في مكان تتصرف ولا كأنك تعرفني، ويا ريت يعني ما تتواصلش معايا تاني ولا مع بنتي، ويا ريت بنتي ما تعرفش باللي حصل ده. ونروح بقى لبطلتنا اللي بتاخد دونج على جنب وبتتكلم معاه، بتحاول تقنعه ان هو يرجع للمدرسة. وبتقول له ان المدير والمدرسة عايزين يروحوا يزوروه، واحنا عطلناهم علشان نقنعك انت اللي تيجي المدرسة قبل ما يحصل اي مشاكل مع عيلتك، وبتوعده لو رجع المدرسة تاني مش هتسمح لاي حد ان هو يضايقه. وفي نفس الوقت بيوصل ادم، فبتعرفوا بطلتنا ان هم معاهم ضيف كان بيدور عليه. ولما بتقوله ان هو شخص من تايلاند بيتوتر وبيروح يشوفه بسرعة، واول لما بيشوفه بيتصدم وبيتصرف ببرود وبيطردهم كلهم بره البيت. وبيسأل الشاب التايلاندي ده عايز منه ايه، فبيديله ورقة وبيقول ان هو بيدور على الست دي وان هو نازل كوريا مخصوص علشانها. وبيسأله لو يعرفها. بيتوتر ادم وبيتعصب عليه وبيقول له ان هو ما يعرفهاش وبيطرده هو كمان. وفي نفس الوقت ده وبطلتنا ماشية مع سونو بيجي له اتصال من صديقته ريم، فبيعتذر لها ان هو مش هيقدر يكمل معاها. وبتتضايق فبيعرض عليها انها تيجي وتزور صديقته معاه، وبتوافق بطلتنا على طول وبتفرح. بيوصلوا المستشفى وبتتصدم لما بتعرف ان صديقته دي طفلة صغيرة مصابة بالسرطان. ومش بس كده، كمان بتعرف ان هو بيتطوع من فترة للتانية وبيبدأ يعزف للأطفال المصابين وبيحاول يخليهم يستمتعوا بوقتهم، وان كل اللي في المستشفى بيحبوه. بتفرح بطلتنا وبتطلب منه انها تشاركه المرة دي، هو يعزف وهي تغني، وبيستمتعوا كلهم بوقتهم ومن ضمنهم الأطفال. وبعد ما بيخلصوا اليوم بيقرر ان هو يوصلها، وفي طريقه للبيت بيبدأ يلمح لها ان هو معجب بها يعني، وكان كل كلمة بيقولها بتفكرها هي بالبطل. فبتنهار وبتبدأ تعيط وبيعتذر لها سون وبيحاول ان هو يواسيها. في الوقت ده بيعدي بطلنا وبيشوفهم فبيتضايق وبيغير وبيسيب المكان كله وبيمشي. اول لما بتوصل بطلتنا على البيت بتتصدم لما بتلاقي البطل في وشها، وبتعرف كمان ان هو شافها لما كانت بتعيط. بيسألها عن السبب اللي خلاها منهارة كده في العياط. بتقول له بأمارة ايه تسألني يعني، احنا اصلا في ايه بينا؟ بيقول لها بأمارة ان انت زميلتي في الفصل وانا قلقان عليكي، لكنها ما بترضاش ترد عليه اصلا لحد لما فجأة بيقرب منها وبيعترف لها ان هو معجب بيها. بتتصدم بطلتنا وبتتحرج من جرأته وبتقول له انت بتتكلم بجد؟ انت اعترفت لي ان انت معجب بيا دلوقتي صح؟ انا قرصني كده، بص انت لو طلعت بتلعب بيا انا هخلي يومك مش فايت. لكنه ما بيردش عليها اصلا وبيكون حاسس بالاحراج، وبيطلعوا يجروا هما الاثنين. ولما بترجع البيت بتفضل تفكر في اللي هيحصل وازاي تحاول تتأقلم بقى مع اعترافه. ولما بتوصل على المدرسة بتكون تعبانة ومرهقة لانها ما عرفتش تنام طول الليل اكيد من الحب والتفكير. وبتشوفها لولو وحالتها بتكون صعبة خالص، وبتسألها عن موعدها يعني مع سونو امبارح. فبتتوتر بطلتنا وبتتهرب منها. فجأة بيعدي صاحبنا اللي بنتكلم عنه وبيبتسم لها، لكنها بتتضايق وبتحس وكانها خانته. ولما بتوصل على الفصل فجأة بتلاقي دونج دخل عليها، فبتفرح لانه سمع كلامها ورجع للمدرسة. لكن اول لما بيبدأ كيم يتنمر عليه تاني بيرجع يهزقه المرة دي. بطلتنا ما بتسكتلوش وبتديله كلمتين في جنبه يا كمان، انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ انت خدام يا ابني وبتاخد اوامرك من جان ولا فاكر يعني مش عارفينه؟ وبيبدأ الكل يضحك على كلامها وتريقتها على كيم اللي بيتعصب خالص وبيكون هيأذيها. لكن فجأة بيوصل جين وبيهدده انه لو قرب لها يضربه. وبتروح بطلتنا لان اصدقائها رجعوا تاني كويسين مع بعض. ده غير كمان ان جين بقى بيدافع عنها هي ودونج. وفجأة بيجي سونو وبيعرفهم انهم عندهم حصة مهمة. ولما بتروح بطلتنا ما بتقدرش تركز وبتكون طول الوقت بتفكر في بطننا. وبيلاحظ سونو انها مشتتة طول اليوم، ولما بيحاول يتكلم معاها بتتهرب منه. وفجأة بيوصل البطل وبتحاول انها تتجنبه هي كمان. وبيفهم سونو ان في حاجة حصلت ما بينهم هما الاتنين. ولما بيرجع بطلنا البيت بيفضل يفكر فيها، وعلشان كده بيروح لها البيت يستناها لحد لما بترجع. وبيعترف لها تاني ان هو معجب بيها وان هو مش عايزها تفضل طول الوقت تتجنبه. وبيتصالحوا هما الاتنين اخيرا. وبيروحوا بقى على المدرسة في اليوم التاني وبيعرفهم الاستاذ ان عندهم حصة تربية رياضية وبيشكلهم كلهم ثنائيات. ولحسن حظ سونو وبطلتنا هي اللي بتكون معاه، فبيتضايق البطل وبيغير. ولما بيبداوا يلعبوا بيلاحظ بطلنا ان كيم عايز يأذي البطلة، فبينقذها بسرعة وبياخد الكرة هو مكانها وبيقع على الارض وبيغمى عليه. بتقلق بطلتنا عليه وبتروح بيه بسرعة للممرضة. ولما بتلاحظ لولو انها اتأخرت بتروح علشان تشوفها، وهنا الصدمة بتتصدم لما بتلاقيهم قريبين من بعض وبتفهم ان هما معجبين ببعض وبتنهار وبتفضل تعيط لانها اصلا معجبة بتشان. ولما بتروح بطلتنا على الفصل بتلاحظ ان لولو مش موجودة، فبتقلق عليها وبتحاول انها تتواصل معاها. لكنها كل مرة بتتصل عليها بتتجاهلها وما بتكونش فاهمة ايه اللي حصل. وليه صديقتها فجأة كده اختفت. ولما بتوصل لولو وبتحاول بطلتنا انها تتكلم معاها بتتعصب عليها وبتتعامل معاها ببرود. لكنها لما بتقعد مع نفسها بتحس بالذنب وبتقرر تعتذر للبطلة وبتعترف لها بالحقيقة وانها كانت معجبة بتشان. ولما شافتهم مع بعض اتجننت، ما قدرتش استحمل اللي شفته علشان كده كنت بتصرف معاك بطريقة وحشة. وبتصالحوا هما الاتنين. ومش بس كده، ده كمان بتاخدها لتشان وبتقرر تخليها تشارك في اغنيته الجديدة. وبنروح بقى لبطلنا اللي بيبدأ طول الوقت يفكر بعلاقته ببطلتنا وبيحس بالذنب لانه حب البنت اللي صديقه الوحيد كان بيحبها زمان. لكن بالرغم من كده ما بيكونش في ايده حاجة يعملها، وده لانه خلاص وقع في حبها. فكان بيقطع افكاره فجأة مدير اعماله اللي بيعرفه ان مدير شركته عايز يتكلم معاه. ولما
بيروح بطلنا علشان يعرف عايز منه ايه بيقول ان في مشروع معمول وان في اكتر من مغني هيشارك، وانت من ضمن المغنيين اللي هيشاركوا الحدث ده، هيكون عالمي وفيه فقط المشاهير. لكن بطلنا بيكون متضايق ومش عايز اصلا يشارك فيه ومجبور ان هو يعمل كده. في نفس الوقت ده عند بطلتنا بيجي لها اتصال من لولو وبتقول لها انها عارفه ان دلوقتي محتاره ما بين سونو وتشان، لكنها لازم تاخد قرارها بسرعه قبل ما تاذي واحد فيهم. وبتفكر بطلتنا في كلامها وبتحس بالذنب فعلا. في نفس الوقت ده بيروح سونو علشان يعلم نان العزف على الجيتار، لكن الصدمه انها بتعرف تعزف اصلا ومتعلمه كل حاجه واحسن منه كمان، لكنها كانت بتتعمد تعمل كده علشان تقضي معاه وقت اكبر وخلاص. وبيفهم من كلامها انها معجبه بيه وبتحبه، لكنه من الاخر بيعمل عبيط. ولما بتروح بطلتنا على المدرسه بيعرفها سونو ان ريم عيد ميلادها النهارده وانها عايزاها تحضر الحفله بتاعتها، وبيسمعهم بطلنا وبيتضايق وبيقرر يروح يقضي وقت شويه مع ادم علشان تتحسن نفسيته. وهناك بيفضلوا يتكلموا عن الموسيقى وبينبهر لان ادم بيكون صوته حلو وبيعرف كمان يستخدم الجيتار. ونروح لمدير اعماله اللي بيكون قاعد فجاه وبيفتكر حاجه، بيتصل على شخص علشان يتاكد وبيطلب منه انه يبعت له صوره، واول لما بيشوفها بيتاكد ان شكوكه صح. وبيطلع ادم نفسه جين الملحن المشهور واحسن كاتب اغاني في كوريا. ولما بيخرج بطلنا علشان يمشي يوصله بيحكي له مدير اعماله عن اللي عرفه عن جين وانه مختفي عن الانظار بقاله 5 سنين، وده بعد ما تعرض لحادث كبير. وبيتصدم بطلنا بكميه المعلومات اللي عرفها وبيتاكد فعلا من احساسه ان ادم ده كان وراه حاجه. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان زمان ادم كان عنده حفله واستلم جايزه كبيره، ومن بعدها اتصدم فجاه لما لقى ان ام بطلتنا قدامه واتخانقوا مع بعض. ولما جه يركب عربيته فجاه ظهرت قدامه بنت وطلب منه ان هو يوصلها، بما انه كان متعصب وقتها للاسف عمل حادثه والبنت توفت. ورغم ان الحادث ده كان غلط لكن الناس طلعت عليه اشاعات ان هو كان بيحاول انه يعتدي عليها، خصوصا ان هو اصلا بنته صغيره ومن وقتها تعرض لهجوم كبير ومحدش رضى يشتغل معاه. علشان كده قرر يعزل نفسه عن العالم. ونروح بينا لبطلتنا اللي بتروح المستشفى مع سونو، بتقضي وقت جميل مع ريم كمان. وبعد ما بيخرجوا بتقوله ان هو واضح ان ريم بتحبه قوي وبتهزر معاه كده يعني، وبتقوله ما تتجوزها. بيصدمها سونو بيعرفها ان هو كان عنده اخت صغيره قدها لكنها توفت بسبب السرطان، فبتحس بطلتنا بالذنب وبتعتذر له، ده لانها فتحت الموضوع. لكن فجاه بيقول لها ان هو مش متضايق من كلامها ولا حاجه وبيحب ان هو يتكلم معاها اصلا. وبيقرر كمان يوصلها للبيت وبيشوفه متشان وبيتضايق منها علشان كده ما بيرضاش ان هو ينادى عليها. ولما بترجع بطلتنا على البيت بتفضل تفكر في اللي حصل وكمان سونو عن عيلته وازاي والدته اتاثرت بعد موت اخته، علشان كده بتقرر تاخد خطوه يعني، وبتحاول انها تسامح مامتها. والاول مره من سنين بتقرر تتكلم معاها. ولما بتروح بطلتنا على المدرسه في اليوم التاني بتلاحظ ان بطلنا متضايق منها وبيحاول يتجنبها وبتحاول انها تتكلم معاه. بيتعصب عليها وبيسيبها وبتتضايق كده وبتفضل تفكر هتصالحه ازاي، لكن بيقطع افكارها الاستاذه لانها بتجمعهم هي وزمايلها. بتعرفهم ان المدير قرر يخليهم يشاركوا في برنامج مسابقات وهيغنوا المره دي زي المره اللي فاتت بالظبط كفرقه، وعلشان كده لازم يتدربوا. وبتتحمس لولو وبتطلب من تشان ان هو يدربهم زي المره اللي فاتت، لكنه بيرفض وبيقول لهم ان هو مش فاضي. فبيتعصبوا كده عليه وبيقولوا ان هو اناني. بيتضايق من كلامهم وبيسيبهم. بتروح بطلتنا وراه بتحاول انها تصالحه وبتعتذر له عن اسلوبهم معاه، لكنه ما بيهتمش باعتذارها وبيسيبها وبيمشي برضه. وفجاه بيجي لبطلنا اتصال من سونو، ولما بيروح بطلنا يشوف عايز منه ايه بيساله سونو كده ليه اخر فتره كان بيتجنبه ولو هو عمل حاجه غلط علشان كده مش قادر يبص في عينه. لكن بطلنا بيتوتر من كلامه وبيغير الموضوع وبيقول له ما عملتش اي حاجه وبيسيبه ويمشي. ولما بيرجع بطلنا على البيت بيبدا يفكر في بطلتنا، علشان كده بيروح يقابلها وبيحكي لها بصراحه ان هو متضايق اخر فتره، وده لانها بقت قريبه من سونو لكن برضه ما يقدرش يلومها، وده لانه طول الوقت مشغول ما بين المدرسه او شغله. وبيعتذر لها انه مش قادر يقضي وقت معاها وبتستغل الفرصه وبتساله ليه علاقته بسونو سيئه. بيحكي لها زمان وهو صغير قال لسونو حاجه وسونو راح قال لامه وامه قالت لوالدتي ووالدتي راحت قالت لابويا، ومن وقتها وانا متضايق ومش قادر اسامحه بقى. بتحس بطلتنا بالذنب وبتقرر انها تصلح الموقف بنفسها. ولما بترجع للبيت بتتصل على سونو وبتطلب منه ان هم يخرجوا وبياخدها للسينما وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. ولما بيوصلها لبيتها بتتشجع وبتعترف له بصراحه انها معجبه بالبطله. بيتصدم من كلامها وبيتضايق لكنه بيحاول ما يوضح لهاش. بيعتذر لها انه مش هيقدر يوصلها النهارده كالعاده، وبالرغم انها كمان بتكون متضايقه لانها خايفه تخسره لكنها بترتاح من جواها لانها مش هتظلمه واعترفت بالحقيقه وما عادتش مخبيه حاجه عنه. ولما بترجع للبيت بتسال امها لو تعرف شخص اسمه ادم، وده لانه كان صديق ابوها ويعرف عنه معلومات كتير كمان. بتتوتر امها وبتحاول انها تتهرب من الموضوع وبتقرر تروح لادم وبتطلب منه ما يأذيش بنتها ولا يقرب منها تاني، وان هو لو عاوز ينتقم فينتقم منها هي. فبيقول لها ان هو عارف ان بنتها ملهاش ذنب وان هو اصلا مش عاوز ينتقم، ولكنها كانت صعبانه عليه لانها وحيده وعرف ان ابوها مات علشان كده قررت ان انا صاحبها. فبتنهار ام بطلتنا وبتبدا تعيط. في نفس الوقت ده بيقرر سونو ان هو مش هيستسلم بسهوله ويحاول مع بطلتنا انها ترتبط بيه برضه، هي دي الروح المطلوبه. بيبدا هو كمان وبطلنا يتخانقوا طول الوقت عليها وبيقلق بطلنا منه، علشان كده بيشارك في المسابقه بتاعه البرنامج وبيكون جنب بطلتنا. ولكن بيتصدم لما بيعرف ان صاحب البرنامج اللي هم مشاركين فيه معروف عنه ان هو منتج زباله وان هو بيستغل اللي حواليه، وده غير ان بطلنا كمان بيجيله مكالمه من شخص وبيبلغه ان المنتج ناوي يستغل اصدقائه. فبينصدم بطلنا ما بيكونش عايز يشارك خالص، لكن المدير بتاعه بيرغمه على كده وبيقول له انا اتفقت مع المنتج خلاص ان بطلنا يطلع بشكل كويس والباقي مفيش مشاكل نتنمر عليهم
عادي. فبيتعصب بطلنا وبيقرر يدور على حل للمشكله ديت، وبيتصل على واحده بيطلب ان هو يقابلها، وبتكون نفسها الممثله اري اللي هي ما بتكونش طايقاه اصلا، لكنه بيحاول معاها كده علشان تساعده. ولما بيروح سون المدرسه في اليوم التاني بيجي جان بيبدا يتنمر عليه ويحاول يوقع ما بينه وبين بطلنا، وبيقول ان هو سمع ان هم ناويين يستغلوهم في البرنامج، هيتنمروا عليكم انتوا ويطلعوا البطل بشكل كويس. ومحدش بيصدقه طبعا، وبيقرر يتكلم مع بطلنا بنفسه ويساله بالصراحه لو المنتج ناوي يعمل كده. بيسكت البطل، فبتاكد سونو ان هو كان بيتكلم بالحقيقه. بيساله لو عنده حل للمشكله ديت، لكنه بينكر وبيقول ان هو هيدور، وبيطلب منه ان هو ما يتدخلش ولا يقرب من بطلتنا، لكنه بيتعصب عليه وبيقول ان هو مش هيسمح له ومش هيقبل بده ابدا، وبيسيبه وهو متعصب. والبطل بيتضايق من كلامهم وبيروح يقابل اري وبيسالها لو جاهزه تعمل اللي اتفقوا عليه، وبيفضل يترجاها انها تساعده. ولما بتشوف قد ايه هو يائس بتقرر فعلا تقف جنبه. بتشارك في البرنامج، وبيفرح بطلنا ان اصدقائه مش هيتاذوا بسببه، وبيرجع يكمل تدريب تاني معاهم. في نفس الوقت ده بتبدا مساعده المنتج تدور على اي فضايح لبطلتنا واصدقائها علشان تستخدمها ضدهم. ده غير ان جان بيطلع متفق مع المنتج على كل حاجه، كل ده علشان ينتقم من بطلنا واصدقائه. وبيقابل المنتج وبيطلب منه يذلهم باسوأ طريقه. وفي نفس الوقت ده بيقرر بطلنا ان هو ياخد بطلتنا اخيرا علشان تشوف بيته وتقابل مامته. ولما بتعرف مامته الخبر ده بتكون مبسوطه لان اول مره يجيب صديق للبيت، وبتطمن ان ابنها مش متوحد ولا منبوذ الحمد لله زي ما كانت فاكره. وبتقضي بطلتنا اليوم كله معاهم، وبيغني لها بطلنا وبتكون فرحانه خالص. وبعد كده بيوصلها، واول لما بيرجع للبيت بتساله والدته بقى اذا كانت البنت ديت معجبه بيه اصلا ولا حبيبته. وطبعا صاحبنا مش بينكر، واول لما بتسال عن السبب اللي مخليه معجب بيها بيقول لها ان هي بتفكره بيها. بتتصدم من كلامه كده لانه اول مره يقول لها كلام حلو كده، يعني قصدك انها جميله شبهي؟ قول لي ما تتحركش. وهي كمان بتعتذر له لانه طول الفتره اللي فاتت كانت بعيده عنه، وبتطلب منه ان هو يسامحها. وبنعرف بقى ان مامته كانت زمان مشهوره وما كانتش عايزه تربيه اصلا، علشان كده ودته في دار ايتام، ومن وقتها هو بيكرهها وما كانش عايز يرجع لها تاني. لكنه مع الوقت نسى كل ده وقرر ان هو يسامحها. ولما بيروح بطلنا على المدرسه بيكتشف ان المنتج مش موافق على الاغنيه اللي كانوا هيتدربوا عليها من فتره، او عاوزهم يغنوا اغنيه جديده وما بيكونش قدامهم غير 5 ايام. فبيتصدم بطلنا، ولكنه برضه بيقرر ان هو مش هيستسلم وبيبدا يدرب تاني هو واصدقائه. وفي نفس الوقت ده بيجي لادم الشاب التايلاندي وبيطلب منه ان هم يتكلموا مع بعض. بيديله ادم فرصه كده اخيره وبيسمعه، وبيعرفوا ان هو عرف الحقيقه وان اخته كانت معاه يوم الحادثه. انا واثق فعلا ان انت ما كنتش عاوز تاذيها، بطلب منك تبطل تبعت فلوس بس اللي انت بتبعتها لنا على طول، عايزك تعيش دلوقتي من غير ما تبقى مستخبي. وبيعرفوا ان هو يقدر يطلع ويقول للعالم كله ان هو بريء وانا مسامحك. وكده بنفهم قصه الشاب التايلاندي وقصه ادم. ويجي يوم المسابقه الاخيره وبتستعد بطلتنا واصدقائها برضه، وبيستعد جان الحربايه والشله الصفراء بتاعته. وبتوصل بطلتنا للمكان اللي هتعمل فيه المسابقه، ولكنها بتكون عايزه تشرب ميه، وفجاه بتروح علشان تجيبها. ووقتها بتسمع مساعده المنتج بتتكلم عنها وعن قصتها، وعنها عرفت ان والدها توفى في حادثه وهو مع بنته. وبتتصدم بطلتنا من كلامها، وفجاه كده بيجي لها فلاش باك وبتفتكر يوم الحادثه، وانها فعلا كانت راكبه العربيه مع باباها اليوم ده، وكان متضايق وبيسوق بسرعه وقتها حصلت الحادثه. وان مامتها ما كانتش بتخونه اصلا ولا اي حاجه، وان دي كلها اوهام لانها كانت فاقده الذاكره. بطلتنا بتنهار وما بتكونش قادره تستوعب اللي سمعته، وان كل اللي كانت بتتألم بسببه طلع وهم يا عزيزي المشاهد. بتطلع تجري وبيقلق بطلنا عليها وبيطلع يجري وراها. في نفس الوقت ده بيروح سونو لزمايله علشان يطمنهم، وفجاه بيعرفوا ان فرقه جين جابوا مغني اجنبي مشهور للمسابقه. بيتصدموا وبيعرفوا ان كل حاجه متخطط لها من الاول، وان هم جابوهم البرنامج كلهم علشان يتريقوا عليهم، وبيلاقوا اكتر من الاول وبيتوتروا. في نفس الوقت ده بيقدر بطلنا يوصل لبطلتنا وبيحاول ان هو يعقلها وبيقنعها ترجع معاه تاني. بيواسيها وبيحكي لها قصته وازاي امه اتخلت عنه زمان، كل ده علشان يطمنها بس. وبتقول له بطلتنا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، يلا بينا يا ابني على المسابقه. وبتوصل هناك في اخر لحظه، وهنا بتبدا الحركه والدمار، وبتغني وبينجح فرقتها كمان، والكل بيعجب بادائهم وبيقدروا ان هم يكسبوا المسابقه. وبترجع للبيت وبتكون فرحانه، وبتروح لادم علشان تعرفه بالاخبار ديت، وعلاقتها مع مامتها بتتحسن، والدنيا بتبقى فل والدنيا جميله خالص خالص خالص. في نفس الوقت ده بيجي لسونو لحظه ادراك ان نانا معجبه بيه، وبيقرر يديلها فرصه اخيرا ويحس على دمه. وبيقرر بطلنا كمان يرتبط ببطلتنا. وهنا عزيزي المشاهد اقدر اقول لك ان في مسلسل دمار نفس النسخه ديت، بس بص حاجه تانية عظمه. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتعمل اللايك الجميل، وهيظهر لك دلوقتي ملخصات من نفس النوع لو انت معجب بيها. نصيحه مني ما تفوتش حاجه. احلى مسا عليك يا عزيزي المشاهد الجميل، سلام.